عسلامة، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا بألف خير وانتم تتفرجوا في فيديو اليوم. رجعت لكم بغوسيت سكري، رجعت لكم كيك تمر بعصير التمر، الجو متاع التمر عملته في الدار في ميزون. دونك كان تحبوا الطريقه ان شاء الله نهبطها لكم في فيديو اخر نعملوها بعضنا. يعني باهي مش يتكون هالجو هذايا، يتكون من تمر وحليب، تنجموا تزيدوه انتم غله اخرى انتم مش تحبوا به. بالنسبه للجو اللي عندي تمر وحليب اكاهو. باهي لي زانغريديون نتاع الكيك نتاعنا نستحقوا كيس من الجو هذا، شطر كيس سكر، وتنجموا اصلا تستغنيو على السكر خاطر تمر كيما تعرفوه حلو برشا. الجو هذا بلاش سكر. باهي كيس جو نتاع تمر، وشطر كيس نتاع سكر، وشطر كيس نتاع زيت نباتي، وشطر كيس نتاع حليب. انا حطهم فرد كيس، دونك شطر حليب وشطر زيت. والفرينه مانيش نقولكم توا على الفرينه قداش، بعد كي نبداو نستعملوا فيها تنقولكم قداش استحقيت من كيس. الكيس هذايا يهز 6 مغارف مكومين نتاع فرينه، وكعبتين عظم حجم كبير، وساشي خميره مرطبات. مش نستغنى على السكر فاني، حبيت يكون الطعم نتاع التمر طاغي اكثر في وسط الكيك. باهي نبداو هوني. خديت البول نتاعي، حطيت كعبتين اعظم وشطر الكاس نتاع السكر، ونبداو نركزوا فيهم بالكدا لين يذوب اكل السكر. كيفاش نعرفوه ذاب؟ الميلونج يبيض يتضاعف الحجم نتاعو. هوني استعملت باتور الكتريك، تنجموا تستعملوا فوي مانويل، مي تقعدوا تركزوا بالكدا معناها لين كما قلت لكم الميلونج يبيض ويتضاعف الحجم نتاعو. وصلنا للريزولتا اللي حاجتنا بيها. حطيت كيس نتاع جو، ونركضوا اي حاجه نزيدوها هوني نركضوها بالكدا باش كل شيء يتجانس مع بعضه. يوسفي ركضنا الجو مع العظم والسكر، باش نزيدو نص الكيس نتاع الحليب ونص الكيس نتاع الزيت كاها. ونركضوا هوني استعملت الفوي مانويل خاطر الميلانج ياسر ولا ليكيد برشا، يوسفيش نستعمل الباتور الكتريك مش يولي يطش. نجيو للفرينه، بيان سور الفرينه مغربلتها، وني حطيت الكيس راهو شويه، معناها انتم ابداو حكروا من كيس ونص وبداو شوفوا الميلانج نتاعكم يستحق اكثر ولا اقل. باهي انا نقولكم الكل في الكل استعملت 2 كيسان ومغرفه ونص. احنا قلنا الكيس فيه 6 مغارف فرينه مكومين، انا استعملت 2 كيسان ومغرفه ونص، معناها استعملت 13 مغرفه ونص باش قيت الريزولتا اللي حاجتي بها. حطيت الكيس الاول لقيتو الميلانج مازال ناقص برشا، حطيت الكيس الثاني وقيتو مازال ناقص شويه، دونك 6 مغرفه ونص. وانتم والفرينه نتاعكم بيان سور هوني لقيتو مازال جيري، دونك زدت هاك المغرفه ونص في الاخر كا 13 مغرفه ونص فرينه. تحصلت هوني على التكستور اللي حاجتي بيها كيما تشوفوا، ما هي جاريه وما هيش هكا عاقده على الاخر، التكستور نتاع كيك المهم تكون الجاريه كاهو. باش نحطها في المول نتاعي. قبل ما نحطها وريتكم الكولور نتاعها، قبيل لي حسيت الكولور نتاعها فاتح مشكله في اللوميير، دونك قربت لكم باش تشوفوا الكولور نتاع الجو وشوفوا التكستور بالكدا. بيان سور نحطوها في المول، بيان سور المول ندهنوه بالزبده ولا بالزيت نباتي كيما تحبوا وانتم مش عندكم. وبيان سور الفور يكون سخون على 180 درجه من اول ما بديت نحضر في الكيك، سخنته
وكهو نحطه على 180 درجة، نطيبه من اللوطة نص ساعة. بعد كنص ساعة نشوفوا الكيك متاعنا طابت ولا ما طابتش. يسوفي طابت بالكوردون، نتفقدوها بالكوردون. يسوفي طابت نحمروها شوية من الفوق وكهو. هوني سي بون، خرجتها وقصيتها بيان سور، استنيتها تبرد بالقدا، ما تقصوهاش وهي سخونه سينو ما تمشيش معاكم وتتفتفت لكم. باش نوريكم مخصو التراوه طريه والهشاشه هشوشه بنينه على الاخر، ريحتها فاوحه على الاخر وانا نطيب فيها. ريحتها ريحه الجو، فوالا ريحه الجو بالضبط، الريحه اللي طلعت فيها الطيب ريحه الجو، ريحه التمر. وانا الجو عملته كما قلت لكم بالتمر والحليب وزيدته قطرات ما ورد، دونك سيبت ريحه ياسر فاوحه. هوني شنوريكم كيفاش هشوشه وشندوقها معاكم. حبيت انا نذوقها باش نتستي السكر الحلاوه متاعها، خاطر انا حطيت شطر كيس سكر، قعدت خايفه لا تجي حلوه اكثر من اللازم. دونك حلاوه متاعها معتدله على الاخر، واللي ما ياكلش حلو جمله ينجم ينحيلك يستغنى عليه شطر كيس سكر، بما انه كما قلت لكم التمر حلو. ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم، وان شاء الله ملتقانا في فيديو جديد. ما تنساوش جيم للفيديو، ابوني للشين يوتيوب متاعي فضلا وليس امرا، وبسلامه.